السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد. والنهارده معانا مراجعه فيلم زي كلوند تايرون. فما تنسوش بقى تدعموني، تعملوا لايك وشير للفيديو، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. ويلا بينا نبدا. تقود سلسلة من الأحداث الغريبة والمخيفة ثلاثة أشخاص في دهاليز لغز معقد يتضمن مؤامرة شريرة تدور في حيهم. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. من الإيجابيات اللي موجودة في الفيلم هنا إن هو قدر ياخد فكرة العنصرية ويناقشها بموضوع جديد مختلف عن الستايل المعين اللي بقينا بنشوف بيه أفلام العنصرية على طول. دايما الافلام اللي هو ابطالها كلها من السود وبتتكلم عن العنصرية معروفة ان بيبقى ليها اسطمبة معينة كده بتتكلم عن نفس القضية بنفس الاسلوب بنفس الحاجة. الفيلم هنا قدر ان هو ياخد الموضوع ويناقشه بشكل مختلف شوية، بشكل يعني عصري اكتر، بشكل مختلف عن النمط المعتاد. يعني احنا بنتكلم في الفيلم هنا عن ان في مؤامرة بتحصل. المؤامرة دي بتحصل في حي معين، الحي ده كله من اصحاب البشرة السمراء. ولكن الموضوع بقى ايه؟ مش كالمعتاد، الموضوع فيه عنصرية ولكن مش بالشكل المعروف. الفيلم قدر ان هو ياخد الفكرة يشتغل عليها بشكل مختلف وجديد ويقدم حاجة مختلفة. وكمان الفيلم كان فيه جانب كويس من الغموض. يعني الفيلم فيه اسرار، وواحدة واحدة كده طول ما انت ماشي معاه بتلاقي ان كل شوية بيديلك سر، ولكن الغموض بتاعه والاسرار مستمرة معاك لغاية ما توصل للنهاية. وده مع وجود شوية كوميديا. الكوميديا اللي كانت موجودة كانت بسيطة وخفيفة ومضحكة. وده طبعا بجانب ان الفيلم مليان رسائل، منها طبعا ان يعني في ناس من مصلحتها ان العالم ده ما يتحسنش. ان مثلا لو عندنا الحي ده فيه مجرمين، ان المجرمين دول يفضلوا موجودين لان هم بيخدمونا بطريقة ما معينة. لو المجرمين دول في يوم من الايام اتقبض عليهم او حصل اي حاجة خلتهم مش موجودين، احنا مصالحنا تتضر بسببهم. وكمان فكرة ان العالم ده له اصحاب. يعني الحكاية اللي هو مش ماشية كده، لا، العالم ده له اصحاب وله ناس حكماه وناس بتتحكم في كل حاجة، ناس بتتحكم فيك انت شخصيا. حاجات انت بتعملها متخيل ان انت اللي بتعملها بنفسك، ولكن لا، في الاخر في حد متحكم فيك هو اللي بيجبرك ان انت تعمل الحاجات دي وانت مش واخد بالك. نيجي لشوية سلبيات كانت موجودة. زي ما قلت في الإيجابيات كده، إن الفيلم أخد فكرة العنصرية وقدر إن هو يناقشها بشكل جديد ومختلف. دي كانت حاجة جميلة جدا منه. ولكن هو في نفس الوقت هو بيناقش الفكرة دي بطريقة جديدة، ما خدهاش على محمل الجدية بالقدر الكافي. الحاجة اللي كانت موجودة والمؤامرة اللي كانت موجودة دي كانت شيء خطير، يعني شيء كبير وشيء اصلا صعب على العقل استيعابه. فالفيلم بقى خدهاش على محمل الجدية. يعني هو كان واخدها برضو اللي هو يعني هما مش مصدقين الموقف، فبرضه كان في شيء ناقص من الجدية. الموضوع كان خطير جدا، فكان لازم ان انت تناقشه بشكل جدي اكتر من اللي كان موجود في الفيلم. وكمان بالنسبة للريتم في طريقة سرد القصة، فكان في بعض المشاكل لانه كان متذبذب. يعني الفيلم في بدايته الريتم بيبقى بطيء شوية لان انت لسه يعني بتاخد تقديم القصة، فانت مش فاهم الدنيا ماشية ازاي. بعدين بيبتدي الفيلم يكشف لك عن اول ورقة موجودة فيه، يحصل تويست معين. التويست ده بيخليك ان انت لا، انا خلاص انا منتبه للفيلم دلوقتي وعايز اشوف القصة دي هتوصل على فين. فبعد كده بيبتدي ان هو يتكلم اكتر ويخش اكتر في القصة بتاعته. بعدين فجأة مرة واحدة بتلاقي الريتم وقع برضه فجأة بدون اي داعي. يعني الريتم ما وقعش بس عشان احنا بنقدم حاجة جديدة، لا بالعكس، الريتم تحس ان هو وقع بدون اي سبب وبدون اي داعي. وده طبعا اثر على تجربتي الفيلم، اثر على مدى استمتاعي بالفيلم، لان انت المفروض ان انت ما مشيتش بريتم تصاعدي، انت الريتم بتاعك بدأ بطيء، بعدين جيت عملت لي تويست وقلبت الاحداث وخليتني انتبه معاك، فجأة قمت موقع الريتم تاني. الريتم كان متذبذب شوية، وكان الافضل ان هو يتعالج برضو بشكل افضل من كده. اما عن الحاجة بقى اللي كانت محتاجة معالجة ومحتاجة لتوضيح يعني بصورة اكبر من اللي حصلت، هو المؤامرة ذات نفسها اللي بتحصل. احنا بنكتشف المؤامرة اللي بتحصل وبنشوف ان في يعني حاجة معينة ناس معينين بيعملوها. ده شيء المفروض ان هو شيء علمي، ما تمش تقديمه بطريقة علمية اطلاقا، بل هو ما تمش تقديمه. هو كانت المؤامرة دي منقسمة لشقين. شق هو يعني في حاجة معينة بتتعمل وخلاص واضحة ومحتاجة ومش محتاجة اي نوع من انواع التبريرات. ولكن كان في حاجة تانية بقى اللي هو طب دي حصلت ازاي؟ ما هو ده مش شيء طبيعي ومش اي حد ممكن يعمله. فازاي بقى؟ عايزين الاساس العلمي اللي مبني عليه اللي الناس دول قدروا ان هم يعملوا الحاجة المعينة اللي هم بيعملوها دي. وبالنسبة للحوارات في الفيلم، فيعني هو الفيلم زائد 18 عموما، جزء كبير من الزائد 18 دي بسبب الحوارات اللي موجودة فيه، لان هم يعني لغتهم طبعا ليهم ستايل كده خاص بيهم في اللغة، وبيبقى كله شتيمة تقريبا. نتكلم دلوقتي عن الإخراج. الفيلم هنا من إخراج جول تايلور. جول تايلور ده أول فيلم طويل يعمله. أخرج يعني قبل كده شوية حاجات، ولكن ده أول فيلم طويل يعمله. وجول تايلور هنا قدر إن هو يقدم متعة
جيدة إلى حد ما، كان عنده شوية عوامل قوة قدر إن هو يلعب عليهم عشان في الآخر يقدم لك تجربة ممتعة. كان فيها بعض السلبيات ولكن قدر إن هو في الآخر يقدم لك شيء ممتع. بالنسبة لأن ده ممكن يكون أول إخراج لفيلم طويل لي، فالإخراج بالنسبة لي كان حلو. هو كان فيه مشكلتين بس. أول حاجة واللي اتكلمت عنها من شوية وهي نظرية الشيء العلمي اللي بيحصل، اللي كانت محتاجة لتوضيح أكتر من كده. تاني حاجة بقى إن كان في التصوير في مشاهد كتير كانت ضلمة جدا وإحنا ما بنشوفش منها حاجة. يعني زودوا النور شوية ولا تكلفة الإنتاج كان فيها مشاكل ولا إيه بالظبط؟ ونروح دلوقتي للأداء التمثيلي. الفيلم موجود معانا من بطولة 3 شخصيات، والتلات شخصيات كان فيه كيمياء حلوة جدا بينهم وقدروا إن هما يقدموا لنا أداء تمثيلي كان مرضي. جون بويجا وتيونا باريس الاتنين عملوا ادوار حلوة جدا ويعني مرضية الى حد ما ومفيش اي مشاكل معاها بالنسبة للاداء التمثيلي. ولكن بالنسبة لي بقى اللي كان عامل اداء تمثيلي رهيب هو جيمي فوكس. جيمي فوكس هنا بيقدم، يعني عارفين فيلم جانجو انتشيند، هو بيقدم الشخصية ولكن ايه النسخة يعني المضروبة منه، النسخة السيس منه. وجيمي فوكس عملها بطريقة رهيبة جدا. طبعا جيمي فوكس هو دلوقتي حاليا كان جاتله أزمة صحية ولسه تقريبا خارج من المستشفى من قريب وبيتعافى وعنده مشاكل كتير صحية. وهنا بيقدم أداء تمثيلي حلو جدا وبيبين لك قد إيه هو عنده قدرات تمثيلية رهيبة سواء في الكوميديا أو حتى في الجد زي ما شفناه في فيلم جانجو أنيتشين. تقييمي للفيلم هو 7/10. الفيلم حلو وممتع وأرشحه للمشاهدة، ويمكن بعض النقط السلبية اللي كانت موجودة واللي اتكلمنا عنها في مدار الفيديو لو كانت اتعالجت بشكل أفضل من كده التقييم ده كان هيزيد وكان هيكون أكتر من كده. وبس كده زي ما مشاهدين يكون خلص فيديو النهارده. دعمكم مهم جدا ليا، فما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.